أقدم لأبناء الجهرة على هذا الحضور الشكر الجزيل والتقدير. بيض الله وجهكم على تقديركم لأبو مصعب، وهو يستاهل. عبد الله فرحان الرقم الصعب في الدائرة اللي أتمنى إن شاء الله يوم من الأيام أن أجده كما أتمنى أن أجد أبو مشاري وأخوي محمد الخليفة ناصح الأمين لأهل الجهرة اللي قال لي يوم من الأيام يا أبو سعود الجهرة ما فيها ممثل إلا واحد، وأنا قاعد أمشي في طريق يفسر أهل الجهرة. قلت ما عليك، أهل الجهرة رجال ويغدرون المواقف ويعرفون أنك أنت ناصح لهم يا أبو خليفة. اليوم يوم موقف البلد مو موقف الدائرة. كما أرحب بأحد رموز وشيوخ العزة والصلاح وحضوره يشرفنا اليوم معانا، وهو ينساه البشت اللي لابسه وقاعد بين اخوانه. بيض الله وجهه. احنا نفتخر كابناء قبائل كما يفتخر الاخرون بان يقف معنا اخواننا ورموزنا في القبائل ويحثونا على الحفاظ على البلد والحفاظ على المال العام واحترام الاسره واحترام الدستور واحترام القانون. وجودها اليوم شرف لنا، كما حضر معنا كثير من ابناء القبائل. انت يا ابو. اقول يا عزة جمعان يتخاذل عندي ثاني وثالث، جمعان الحلبش لاني مع عزة يفهمون بني عمهم بالحكومه. عجزنا وتعبنا منهم. نبيكم باذن الله تعالى في الانتخابات الحره هذه أن تمثلون في المجلس أكثر من عزيزي، لعل عزيزي ما يسمع إلا عزيزي. حنا والله حجزنا. آخر ما وقفنا مع جابر المبارك وكملنا. والشاعر يقول راعي المعروف نحمي بمعروفه، ما نجاز الطيب بعلوم ورديه. جابر المبارك كرمنا بالمرة. احنا ما وقفنا معاه لأجل جابر المبارك، احنا نعرف جابر المبارك الحكومة السابقة. لكن وقفنا معاه لأجل البلد. كنا ننشد الإصلاح ما استطعنا. كنا نحاول ندفع بالسفينه لعلها تطلع الى بر الامان، لكن اليوم الظاهر انه يدقق مشاعر النواب الجبل، لكن الظاهر انك تضيع بين المايتين يا جابر المبارك. احنا ما قدمنا لك الا اللي يرضي الله سبحانه وتعالى. ما كشفنا الامور كلها، لكن وقفنا لاجل الكويت ونقول الله يهنيكم اليوم لمجلسكم القادم، واحنا اليوم ضدك وضد مجلسك وضد حكومتك. نعم. اقول بالنسبه حق وزير الاعلام لما قال اخوي عبد الله احنا حاولنا ندور مطبوعات ما لقينا، انا دورت والله ما حصلت. مع الاسف ان وزير الاعلام يتصل على المطابع على اساس ما يصبح هذا اللون البرتقالي. اقول والله مع الاسف وصلت سياسه الحكومه بانها تمنع لون برتقالي يعلق على الجيوب، لكن انا باذن الله تعالى راح اوجه اخواني في الاغلبيه، وهذه رساله للشعب الكويتي. راح نلبس باذن الله تعالى يوم الجمعه القادمه اشماق برتقالي.